السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنت عايز أشارككم بطريقة كان أحد الأساتذة شرحها لنا عن ال approach بتاع ال concept بتاعك في المشروع. فالحلقة تتكلم عن السيناريو والكونسبت. يعني ايه سيناريو؟ كل واحد لما بيجي يفكر في المشروع بتاعه بيبقى في حبة خطوات بينتهجها أو فكرة جايبها من أي مكان عشان يعرف يوصل للكونسبت بتاعه. وبعد كده الكونسبت دوت ازاي هيعرف يوظفه ويحولوا لحاجة معمارية، متبقاش بس مجرد فكرة على ورق أو تتقال بالكلام. لأ، ازاي تحويله لحاجة معمارية وإخراجه. كل الحكاية دي اسمها سيناريو. فهو قال لنا أول ما ادانا الموضوع بتاع المشروع، نفترض إن هو مثلا public space، مكان عام. قال لنا أول حاجة ابدأوا اقروا عن ال public spaces. وبعد كده بعد ما تقروا حاجات كتيرة جدا، مش شرط بس تقروا كتب معمارية أو تشوفوا أمثلة معمارية أو كده، لأ، اقروا روايات مثلا بتتكلم. مش كل الرواية، مش شرط يعني، حاجات بتتكلم عن الأماكن العامة في الرواية عاملة ازاي، أنشطة الناس هناك ازاي. أفلام، شوف الأفلام، الناس بتستخدم الأماكن دي ازاي، ايه أحاسيس الناس هناك وكده. وبعد كده بتكتب انت إحساسك والحاجات اللي انت فاهمها بشكل عام عن المكان دوت. بعد ما تكتبه بنوصل لمرحلة الاناليزس طبعا اللي احنا بنعملها على طول. ولكن بعيدا عن الاناليسيس اللي احنا بنعملها على طول ديت، في اناليسيس من نوع اخر. الاناليسيس ديت ايه هي؟ اناليسيس حسيه. ايه الحاجات اللي انت بتحسها لما بتروح في المنطقه او الموقع اللي انت عايز تعمل فيه المشروع؟ بتحس بايه؟ الناس ماشيه ازاي؟ ثقافه الناس اللي موجوده هناك، بتشم ايه هناك؟ بتسمع ايه الاصوات؟ الملمس بتاع الحاجات اللي حوالين المكان، ايه الماتيريالز المستخدمه حوالين الموقع بتاعك. حاجات انت بتحسها اكتر، مش بس حاجات بتتشاف، يعني حاجات abstract اكتر ما هي تكون حاجة concrete. وفي حاجة تانية هتعملها، ممكن ان انت تصور فيلم كده صغير عن الموقع دوت وعن الانشطة اللي الناس بتعملها في الموقع. لان انت لما بتصور الفيلم وتتفرج عليه، في حاجات بتحسها اكتر من ما بس انت تقعد تشوف كده الموقع او تسجل او تعمل سكتشز. بس سكتش طبعا مهمة، ولكن الفيلم لما بتصوره، او يا ريت لو حد يكون بيفهم في الافلام اكتر ويصوره ويوريهولك. لان الناس المخرجين بيبقى عندهم فهم اكتر للزوايا وللشوتس وبتتجاب منين وكده. بيشوفوا حاجات احنا ممكن ما نقدرش نشوفها كناس مش اول انترست لينا هو الفوتوغرافي او السينماتوجرافي. فده مفيد جدا. بعد كده قال لنا عن التايتل بتاع المشروع بتاعك، اللي هو يعتبر مش الكونسبت بس، تايتل حاجة نفهم منها المشروع بتاعك عامل ازاي او الابروتش بتاعك عامل ازاي لما بنسمع التايتل دوت. فهو ادانا مثال، قال لنا مثلا ستار وورز. اسم مشهور جدا، انت لما بتسمعه بتعرف حتى لو ما اتفرجتش على الستار وورز بتعرف ايه اللي بيحصل، يعني ان هو في حروف في النجوم، صح؟ او لما تسمع فيلم مثلا ترمينيتور او اي حاجة، بتفهم الفيلم ده بيتكلم عن ايه، صح؟ او فيلم اكشن، فيلم كوميدي كده، يعني تفهم القصة بمجملها. ويارك انجلز اللي هو صاحب بيج اركتكتس ناجح جدا في الموضوع دوت، لانه بيختار فعلا اسماء مميزة للمشاريع بتاعته وبتوضح الفكرة بتاعته بوجه كبير. فانا بنصحكم ان انتوا تطلعوا على المشاريع بتاعته والنيمز بتاعتها وكده. فانت التايتل ده ميزته ان انت بتطلع منه بنقطة انطلاق للمشروع بتاعك. فمن الحاجات اللي تساعدك على انك تلاقي تايتل مناسبة للمشروع بتاعك، انك تشوف كتب، تقرا كتب كتير، مش شرط في العمارة بس عشان تاخد الهام. تشوف اشعار، افلام، تتفرج على حاجات كتير، صور، abstract art، حاجات كتير جدا. تسمع اغاني حتى او موسيقى بس كده، تشوف كلمات. انا مثلا من احد المشاريع بتاعتي لما كنت بحاول ادور على تايتل مناسبة للمشروع، كنت بشوف كلمات كده راندوم من الديكشنري او من المواقع، وفي كلمة فيهم فعلا في دماغي ساعدتني ان انا اطلع فكرة. اكيد الكلمة هي لو في خمسة شافوها مش هيطلعوا نفس الفكرة. هي الالهام نقطته ان هو حاجة بتحاول تستخرج من دماغك انت فكرة. في حد صاحبي قال لي ان التصميم دوت عامل زي كتابة على ورق، بس عشان الكتابة دي تطلع القلم بتاعك لازم يبقى فيه حبر. الحبر دوت هي الحاجات اللي في دماغك. يعني انت كل ما بتطور دماغك اكتر، كل ما بتقرا حاجات، تشوف حاجات كتير جدا ممكن تطور بيها دماغك، كل ما الحاجات دي تبقى كبيرة، كل ما الخزينة اللي جوه دماغك بتبقى تكبر، وممكن تريكول الانفو بتاعتك في اي وقت.
بحاجات تانية ممكن تلهمك. فالالهام هو عبارة ان انت حاجة بتساعدك او بتحفز دماغك انها تطلع حاجة فعلا هي موجودة. يعني دماغك دي عاملة زي المصنع، عندها معلومات، عندها input كتير، تعمل كده عملية استخراجية وتعمل لهم كأنها فروت سالاد وبتطلعها لهم. فدي حاجة مهمة. بعد كده عملنا التايتل وعملنا الاناليسيس وكده، بتشوف ايه بقى السيناريو بتاعك بقى، بتبدأ تفكر فيه. في كذا ابروتش للسيناريو، منهم مثلا واحد يقول لك انا السيناريو بتاعي هيبقى فعلا سيناريو بجد. هتخيل ان هو في فرد بيستخدم المبنى بتاعي او المكان البابليك سبيس بتاعي، وهمشي مع واحدة واحدة اشوفه هو لما بيوصل هناك مثلا بيشوف من بعيد بيحس بايه، او انا عايزه يشوف ايه. بعد كده لما بيبدأ يقرب اكتر ايه اللي بيشوفه او ايه اللي بيكسبيرينس في المكان دوت. وبعد كده مثلا لما دخل بيخش على ايه الاول وبيشوف ايه الاول، بيحس بايه، بيسمع ايه، الى اخره. يعني حاجات كتيرة جدا. ده فكرة ان انت بتشوف الاندفيدوال بتاعك وبتبني على اساسه السيناريو. في ناس بتفكر بالجروب، مثلا بتقول ان في الناس اللي عايشة في المنطقة ديت لما بتلاقي المبنى الجديد دوت تشعر بإيه المكان دوت. أو بتفكر بالانفايرومنت، ممكن تقول المكان بتاعي هيضيف إيه للحاجات اللي حواليه وتأثيره على المباني اللي حواليه وإلى آخره. في ناس تقول لك السيناريو حاجة أكبر، بيجر سكيل، تأثيره إيه على المدينة، تأثيره إيه على المجتمع، تأثيره إيه على الثقافة بتاعت الشعب. حاجات كتيرة جدا. الميزة بتاعت السيناريو بتاعتك إنها بتشرح المشروع بشكل كويس. وممكن كمان تعمل حاجة اسمها ستوري بورد او ستوري تيلينج لاينز، او حاجة انك ترسم مثلا القصة بتاعتك دي في شكل سكتشات وفي شكل حتى كأنها كوميك بوكس. ممكن ابقى ارفق مثال مثلا كده في كومنت او حاجة. فالحاجات ديت زي ما قلت لك بتساعدك انك كمان تطلع الكونسبت بتاعك بشكل منظم عشان اللي قدامك يفهمه اكتر، وتبين ان انت مشروعك مبني على فكرة، مش انت عامل بس حاجة مهتم بالفانكشن وخلاص. لان اي حد ممكن يعمل اي حاجه الفانكشن بتاعها مش بطال يعني، يدي الغرض. فعشان كده انا بتضايق لما الاقي حد على اي جروب بيسأل بيقول الكتله دي كويسه ولا لا، لان احنا مش شغالين نحاتين. انت لو تعمل كتله من غير ما تعرف الكونتكست بتاعها فين والسايت بتاعها فين والكتله دي معموله عشان ايه اصلا ومين اللي هيستخدمها وفي انهي بلد الى اخره، ملهاش معنى انك تعمل حاجه وتسألني عن رأيي، لان انا هقول لك حاجه كلام فارغ، صح؟ وحاجة تانية ان بعد ما تعمل اناليسيس وكل حاجة والكونسبت بتاعك والستوري والى اخره، هيطلع لك مبنى. هيطلع لك مش مبنى، قصدي انا اسف، هيطلع لك افكار كتير جدا، ويبقى انت محتاج منك انك تجمعها وتحطها في مبنى جديد. دوت هتعملها ازاي؟ تاخد الاناليسيس اللي انت عملتها بقى التانية، مش الحسية، اللي هي التقليدية اللي احنا على طول بنعملها بتاعت اللاند يوز والهايتس والكلام ده كله. تحاول تطلع conclusions من كل analysis. انت مش بتعمل analysis عشان ترضي الدكتور بتاعك ان انا عملت حاجات كتير، لا، انت بتعمله عشان تطلع منه conclusion وتديها للاستاذ بتاعك وتقول له مثلا مثال انا عملت الهايتس بتاعت المباني اللي حوالين السايت مرتفعة جدا، فانا عشان كده هعمل حاجة مثلا بتستقبل ضوء اكتر بشكل معين. اي حاجة انت مثلا بتفكر فيها، بس حاول تطلع conclusion عشان يبقى الاناليسيس بتاعك ليه لازمة. بعد كده يا سيدي انت لازم تشوف امثله من الحاجات اللي اتعملت قبل كده في نفس الموضوع بتاعك وتحللها تحليل معماري. تحلل ازاي المباني دي تحليل معماري هنشرحه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد ولو حتى بجزء بسيط. شكرا.